على فكرة ما فيش حد كبير على الغلط. ولو كنت وكل واحد من اللي اتكلمت عليه قيمته كبيرة عندي، وأنا كنت في حفلة خاصة وكنت بهزر، لكن لما بطلع على التيفي بدي كل واحد قيمته، ومستحيل أتطاول على حد، مستحيل أطلع أهزق حد. يعني أنا كمان غلطت فيا وفي أصالة، فأنا كنت ساعتها بهزر وكنت مبسوطة وفي حفلة خاصة يعني. بس في الآخر مفيش حد كبير على الغلط، ومفيش حد كبير على الاعتذار. آم، انا مش عايزه حد يزعل مني على فكره، لان انا في الاخر يهمني اني انا والله العظيم وحياه بناتي انا نيتي ما كانش فيها اي حاجه وحشه، ولا ان انا بقلل من شأن حد. انا كنت بهزر، ده دليل اني هزرت عليا وعلى الاصاله اللي كانت موجوده وقاعده على نفس الترابيزه اللي انا قاعده عليها. فانا مش قللت الذوق ومش قللت الادب، وانا متربيه وعارفه كويس جدا اني مهما كبرت عمري ما تطاول على حد اكبر مني ولا اعلى مني ولا احسن مني. وانا بشوف اي حد في الدنيا احسن مني على فكره، انا ما بشوفش نفسي احسن الناس. ف انا غلطت في ان انا هزرت بصوت عالي، وان انا ما راعيتش اسمي وانا بعمل كده. بس في الاخر محدش معصوم من الخطأ، كلنا بنغلط. وانا اسفه لاي حد على فكره، للي بيحبني وللي بيكرهني. اسفه ان انا ما كانش لازم اعمل كده، بس والله العظيم انا ست لا بخرج من بيتي ولا بسهر، وقاعده في البيت على طول قافله على نفسي. فانا زعلانه ان يوم ما خرجت ويوم ما رحت سهرت بين صحابي ده اللي حصل.